الأجازة اللي فاتت خدت أسوأ قرار ممكن تاخده في حياتك. خلصت آخر يوم امتحانات وقلت خلاص هرتاح، وعدى أول أسبوع وتاني أسبوع، وفجأة لقيت نفسي قاعد على المكتب وبذاكر للسنة الجديدة. كنت بقول أنا ضيعت وقت كبير جدا، بس على إيه؟ على حاجات تافهة. بس بإذن الله السنة دي مش هتتكرر تاني. السنة دي أنا عندي خطة وعندي وعي أكبر. في الفيديو دي هقولك على 5 حاجات لازم تعملهم في الأجازة، إزاي تطور من نفسك وتقرب من ربنا وتستمتع بجد بالأجازة دي. جاهز؟ يلا بينا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. السلام عليكم. بصراحة الأجازة اللي فاتت علمتني درس مهم جدا. لو ما عملتش خطة الأجازة بتاعتي الوقت هيضيعني خالص. وقت فراغك من غير هدف ده مش راحة، ده قلق متأخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وانا الصراحة كنت من الناس دي. كنت فاكر انه الأجازة راحة وخلاص، بصحى متأخر، بقضي وقت كبير جدا على السوشيال ميديا واتفرج على فيديوهات ورا بعض، مفيش ولا ذكرى حقيقية ولا مهارة اتعلمتها، ولا حتى ازود العبادات اللي بتقربني لربنا. الاحساس اللي جالي قبل الدراسة كان صعب، احساس بالندم، حاسس انك انت ضيعت وقت في حاجات ملهاش فايدة. حسيت انه ضيعت كنز من غير ما اخذ منه ولا حاجة. عشان كده قررت الاجازة دي تكون مختلفة. الاجازة دي هعيشها بوعي اكتر من السنة اللي فاتت. هتتقسم ل3 مسارات. اول مسار هو نرجع لربنا. طبعا انت في الدراسة كنت حاسس نفسك مقصر في العبادة، حاسس انك انت مثلا صلاة الفروض، قراءة القرآن قليلة جدا، لكن لازم في الأجازة نحاولوا نرجعوا لمستوانا الطبيعي وأعلى، ولكن لازم الواحد يبقى مستمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمل عند الله أدومها وإن قل. يعني أنت لما تعمل حاجة باستمرار حتى لو حاجة بسيطة ديتي أفضل من إنك تعمل حاجة مرة واحدة وما تعملهاش تاني خالص. يعني يجي في يوم هنقول اقرا مثلا 5-6 أجزاء من القرآن، ويجي بقى أجزاء ما تقراش تاني، غلط. انت حدد حتى لو صفحة في اليوم، صفحتين، حاجة بسيطة. مع التدريج هتبدأ تزيد مع الوقت. أول حاجة هتكون في الخطة عدة حاجات أساسية زي القرآن الكريم مثلا، جزء واحد كل يوم بسيط، بس انت كل شهر تلقى نفسك ختمت القرآن ختمي. فانت في الأجازة اللي هم شهرين مثلا، فانت تختم مرتين، في الدراسة هتختمهم تاني، فيبقى افضل لك انه جزء واحد كل يوم بإذن الله. هحاول بإذن الله وانتوا حاولوا برضه 2 قيام ليل كل اسبوع. يعني كل اسبوع يوم من الايام تكون حاسس نفسك انك انت مرتاح كديتي او قادر. ثالث حاجة ورد اذكار الصباح والمساء. هيظهر لكم تطبيق على الشاشة واحط لكم في الوصف بإذن الله لو افتكرت. التطبيق ديتي بيجيب لك الاذكار بتاعت الصباح والمساء، اقرأهم كل يوم في الصبح وبالليل. المهم ما مش ياخدوا منك 10 دقايق على بعض في اليوم، يعني حاجة بسيطة مش هتأسف في وقتك. اللي هو يعني انت معكش حاجة في اليوم، فانت الحاجات دي هتملي وقتك اكتر احسن ما تبقى ماسك التليفون في حاجات ملهاش عازة. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني ايه؟ يعني اول ما تحس نفسك انك انت فاضي او عندك فراغ، املي فراغك ديتي بحاجة تقربك من ربنا وترفعك درجات اعلى. الفيديو ديتي ده بودكاست اسمه ايه المشكلة، بيحكي عن ايه المشكلة في التفاهة. ده بيحكي عن تضييع الوقت والحاجات دي، فانت اسمعي وهتلقى حاجات مفيدة جدا جدا ليك. تاني حاجة تطوير الذات. انا شخصيا باذن الله في الاجازة احاول اتعلم التصميم. ليه؟ عايز اكون بتعلم حاجة مفيدة. الحاجات دي احاول اتعلمها في الاجازة باذن الله. بس انت تقدر تتعلم مهارة تانية زي البرمجة، تعلم المونتاج. مش مهم تختار ايه، بس المهم انك تتعلم حاجة تبقى ميزة عندك. ثالث حاجة لازم تتعلمها في الاجازة هي القراءة، لان القراءة دي معرفة واستفاد بيها في المستقبل. انت الكتب دول جبتهم في نص الترم اللي فات، كتاب لأنك الله مع نقرأ فيه، قرأت منه حوالي أكتر من نصه، هخلصه وأبدأ أقرأ الكتابين دول. كتاب رسائل من القرآن، والكتاب الثاني فاتتني صلاة. الكتاب ديتي حلو جدا. رابع حاجة لازم تعمل لي إنك تستمتع بالإجازة. الإجازة مش السجن ولا تكون في زنزانة. الإجازة دي حاجة لازم تستمتع بيه، يكون لك وقت مخصص
للاستمتاع وراحة في الأجازة، بس راحة بوعي بعقل، تبقى عارف أنت هتعمل إيه. تقدر تعمل حاجات كتير، تقدر تطلع مع أصحابك تمشوا مع بعض، تقدر تلعب رياضة، تروح الجيم، تلعب ماتشات كورة، أنت بتحب كرة القدم تلعب كورة، تسمع ماتشات. حد مفيدة جدا، وهتبقى حتى فيها تفاعل جديد، وفيها حياة متعة، مش تمسك التليفون بس، ده تبقى مضرة جدا ليك في المستقبل ومع الوقت. أو تقدر تعمل حاجة بتحبي، تقدر مثلا بتحب تطبخ تقدر تطبخ، تحب القراءة ما تحب السافر، سافر لك رحلة. حدد وقت في يومك أو يوم معين في الأسبوع يكون وقت ترتاح فيه، وما يبقاش فيه ضغط عليك من أي حاجة، تبقى مرتاح فيش ولا أي حاجة تعكنن مزاجك. كان بيمازح الصحابة وبيهزر معاهم، كان بيسابق عائشة رضي الله عنها. يعني بمعنى ده إنه الدين مش زنزانة أو سجن أنت قاعد فيه مش بتعمل حاجة تانية غير إنك تعبد. في حاجات كتير جدا تقدر تعمل لي، بس ما تكونش حرام. أول حاجة ما تكونش بتضيع وقتك في حاجة مش مفيدة. خامس حاجة والأخير العلاقات. في وسط الدراسة والضغط بتاع الدراسة بتبعد عن قرايبك وعن أصحابك، فالأجازة دي يعتبر زي كنز تقدر تكسب بيه وقت كبير جدا، ترجع تتكلم مع أصحابك، تزور قرايبك، وده هيكون صلة رحم. لو بينك وبين حد خلاف حاول تاخد أول خطوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ده كلام رسول صلى الله عليه وسلم. طب ايه الخطة اللي امشي فيها في الاجازة بالترتيب؟ اكبر غلطة عملتها السنة اللي فاتت اني ما كتبتش خطة، فالسنة دي كتبت الخطة دي اللي هقولها لكم دلوقتي. قسمت اليوم الحاجات بسيطة، كل يوم لازم ورد قرآن زي ما اتفقني، جزء كل يوم تعلم، كل يوم ساعة واحدة اتعلم فيها مهارة، كل يوم اروح جيم او العب رياضة، كل يوم احاول اقلل من استخدام الموبايل في السوشيال ميديا. كل اسبوع هيكون في يوم العب فيه كورة، كل اسبوع يوم اخرج مع اصحابي. مش لازم تبقى مثالي، بس اهم حاجة تبقى واعي بوقتك بيروح وين. الاجازة دي ممكن تغير فيك حاجات كتير، بس لو بدأت من النهاردة ابدأ بخطوة واستمر عليه. لو عايز تساعد غيرك ابعت له الفيديو دي، اكتبوا له في التعليقات عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه. حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس اهم حاجة، عشان المحتوى اللي في الاجازة دي هيكون محتوى مختلف تماما ومتطور واعلى بكتير. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي.